مباراة البنك الأهلي النهارده أثبتت لي إن لعيبة الزمالك بيجي لها زهايمر الشوط التاني. في الشوط التاني ما تعرفش اللعيبة بتريح ولا بتتقل ولا إيه، ما تعرفش. لعيبة الزمالك أثبتت لي إن هم واعيين بدنيا خالص، البنزين بيخلص عندهم في أول الشوط التاني، مفيش ولا محاولة لنادي الزمالك على مرمى البنك الأهلي في الشوط التاني. الاستحواذ البنك الأهلي تفوق فيه الشوط التاني. من ضمن أهم مشاكل نادي الزمالك الفترات السابقة اللياقة البدنية للعيبة. اللعيبة مفيش بدني خالص، ودي يمكن من ضمن الأسباب اللي رجحت كفه المدرب الكولومبي اللي هو يجي نادي الزمالك ويدرب نادي الزمالك في هذا التوقيت، وشكله كده هيمشي ثلاث ارباع الفرقه. في الفتره الاخيره كترت اخبار كتير عن امام عاشور وعن تعاقد الاهلي معه، ليفاجئ جميع امام عاشور اليوم بمتابعه مباراه الزمالك والبنك الاهلي وتنزيل صوره على الانستجرام. من ضمن الاخبار الكتيره برضو ان احمد فتوح مش راضي يجدد وعايز يحترف. احمد فتوح النهارده من نجوم مباراه البنك الاهلي. الونش النهارده هو رجل مباراه البنك الاهلي وصاحب هدف المباراه الوحيد. بنقدر اعتذارك قوي يا ونش، بس مستنيين الاعتذار ده ببطوله، واقرب بطوله قدامك السوبر.